فض رمضان وراكي حيرة وش الطيبي تحوسي غير على حاجة سهلة اللي في ساعة ما تحضريها. دونك اليوم جبت لكم حبيباتي وصفة نتاع مكرونة بزاف هايلة غير في المقلاة وفي نص ساعة وانتي حضرتيها. السلام عليكم، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا كامل بصحة جيدة في احسن الاحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات فيديو جديد، وهذا الفيديو راح تكون وصفة نتاع مكرونة بزاف هايلة. قبل ما نبداو الفيديو نحبكم صليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة وسلام. كيما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى المسلمين، ربي يرحمهم ان شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى، امين يا رب العالمين. الوغ حبيباتي مباشرة نروحوا لوصفتنا لنهار اليوم. هنا حبيباتي كيما قلت لكم راح نحضروا مكرونة أسهل الطريقة وتجي بزاف بنينة في وقفة وانتي حضرتيها، يعني ميم با نص ساعة تكون واجدة معكم. أول حاجة كيما راكم تشوفوا كنت ديت المكرونة تاعي حطيتها في الماء اللي يكون سخون، راح ندير لها شوية نتاع زيت وملح ونخليها تغلي حوالي كاكا 5 دقايق. هذا مكان يعني ما تزيدوهاش البنات على 5 دقايق هكا باش المكرونة تاعكم ما تعجنش معكم. ومن بعد خليتها تتغالى، ومن جهة أخرى غير في المقلاة كنت حطيت شوية نتاع زيت وزبدة خليتهم حتى سخنوا تخي بيان. عندي لهنا نص صدر تاع دجاج كنت قطعته مربعات صغيرة مع راس نتاع بصل اللي كنت حتى هو قطعته مربعات. أول حاجة راح نحط هذاك الدجاج نخليه يتقلى مليح يا البنات في هذاك الزيت والزبدة. درت له شوية نتاع ملح وراح نخليه كيما قلت لكم حتى يتقلى تخي بيان. المقارونه تاعي كانت طابت، قلت لكم غير نص طياب، هذا ما كان حوالي 5 دقائق وتنحيوها. نحيتها صفيتها، وهذاك الماء البنات اللي طابت فيه المقارونه تاعي راح نحتفظ به، يعني ما نسيحوش، هو اللي راح نمرق به لاصوص نتاعي ولا الصلصه. هنا الدجاج كان تحمر، ضفت له هذيك البصله، يعني راس صغير نتاع بصل تقطعوه مربعات صغيره مع سنينه تاع توم اللي كنت ربيتهم، وراح نزيد نخليهم يتقلاو، يعني حتى هذاك الدجاج يتشرب كامل عفوا طعمة هذاك البصل. من جهة أخرى عندي لهنا خليط نتاع فرامج البنات، يعني شوفوا قد ما درتو لها فرماج يكون بنين راح تجيكم أكيد بنينة. وإلا ما عندكمش هاد الفرامج يعني ديروا غير فرماج بلون مع هذاك الشيدار تاع بيتزا وراح تجيكم من أروع ما يكون. هنا من بعد ما تقلات لي تخي بيان ضفت شوية تاع فلفل الكحل وشوية نتاع توابل خاصين بالدجاج. ما حبيتش نضيف توابل مع الاول يا البنات باش هكا ما يتحرقوش معايا. هنا من بعد ما ضفت هذوك التوابل على الدجاج والبصل اللي كانوا تقلاو مليح راح نمرق بهذاك الماء اللي كنا غالينا فيه المكرونه بهذه الطريقه. نغلق عليها ونخليها حتى طيب ونشوفها بدات تتلبى. كما قلت لكم البنات بالنسبه للفرماج يعني يقعد اختياري، انا هنا نحب الحاجه اللي تكون حاره فضفت لها 3 قرون تاع قرب السرتوك، يقعد اختياري. من بعد ما تلبات لاصوص قلت لكم نرجعوا للفرامج، انا درت خليط بين فرماج غودا وفرماج الشيدار والفرماج روج. نتوما قلت لكم ما عندكمش تكتفيو غير بالفرماج بلون وبالشيدار هذاك تاع البيتزا. ضفت لهنا حوالي كاس نتاع كريمه سائله وراح نزكي لهنا بالياغورت الطبيعي، يعني راح يعطيها بنه من اروع ما يكون. ما عندكمش الياغورت طبيعي البنات يعني ضيفوا كاس نتاع حليب عادي تعوضوه بالحليب. وراح نضيف هذا الفرماج نتاع لي ساندويتش. قلت لكم بالنسبه للفراميش تقعد اختياريه، ضيفوا الشي اللي عندكم انتم. هنا ضفت هذوك لي سلايز البنات وراح نخلي لاصوص تاعي تغلي حوالي هكاكا 10 دقائق، يعني جوست ما يذوب لي الفرماج. هذا مكان هذه الصلصه البنات تجي بزاف بنينه. دونك هنا راح نخلط كلش مع بعض ونخلي لاصوص تاعي حتى تتلبى شويه ويذوب لي كامل هذاك الفرماج اللي ضفناه. شوفوا هنا كنت حطيت 2 علب تاع ياغورت ناتور، مي كي درت العلبة الأولى شفتها يعني لاصوص تاعي كافية، دونك الثانية كنت رجعتها للفريجيدار ما درتهاش كامل. قلت لكم تزكيو بها في عوض ما يعني ديروا الكريمة السائلة 2 كيسان ولا ديروا كاس برك نتاع كريمة سائلة مع علبة ولا 2 تاع ياغورت ناتور. من بعد ما طابت لاصوص تاعي يعني تلبات البنات راح نضيف هذيك المكرونه اللي كنت غليتها نص طياب، يعني ما تخليوهاش طيب كامل يا البنات غير نص طياب. راح نضيفها ونخليها تتجمر وتتشرب هذيك لاصوص، يعني المكرونه قد ما شربت لاصوص تاعكم راح تجيكم بنينه. وإلا طيبتوها ياسر في الماء راح تجيكم اكيد صامته. هنا حليتها كيما راكم تشوفوا نقص عليها النار
ونخليها تتجمر في غرضها حتى تتشرب كامل هذيك الصلصة. هاي ليكم هنا حبيباتي، من بعد ما طابت تشربت كامل هذيك لاصوص، وشوفوا كيف ما تجي على حبة، يعني تجي مزربعة البنات، ما تجيكمش كامل معجنة. راح نسربيها معكم وتشوفوا كيف ما جات. شوفوا حبيباتي، يعني كل حبة وحدها، وصدقوني يا البنات يعني البنة نتاعها بزاف بزاف بنينة. أنا صراحةً ولادي يموتوا على هاد المقارونة. شوفوا درتها الله يبارك كونتيتي، صدقوني ما قعدتش منها كعبة، باسكو تجي بنينة، تجي مفرمجة كيما تقول فازو تجي يعني مفرمجة وتجي هايلة. هاي ليكم راح نقرنيها البنات الفوق بشوية هكا نتاع معدنوس، وهاي ليكم في شكلها النهائي. وديما نقول لكم حبيباتي، العين تاكل قبل الفم، يعني ديما حاولوا أنكم تقرنيو الصحونة تاعكم هكا باه وليداتكم ياكلوا لكم. هنا حبيباتي هاي ليكم من بعد ما سقيتها كيما قلت لكم في شكلها النهائي، وصدقوني تجي بزاف بزاف بنينة. دونك هنا حبيباتي نكون وصلت لنهاية لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انها كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى انها نالت اعجابكم، والى عجبتكم ما تنسونيش بهذاك الجيم والكومنتير الحلو كيما نتوما. ولي اول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي قبل ما تخرجي منها ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد القناة، وتخلي لي كومنتير حلو كيما نتوما. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وسناوني في فيديوهات جديدة. سلام.